الدنيا مقلوبة من ساعة موضوع وقف المساعدات اللي عملوا الأمر، يعني الأمر التنفيذي اللي عمله الرئيس دونالد ترامب واللي أعلنه البيت الأبيض. وده بسبب ان الموضوع فضفاض بشكل كبير جدا، مع ان في ميمو بتشرح الموضوع اكتر، بس الموضوع فضفاض جدا ومش واضح، مش مذكور بالظبط فيه ايه اللي هيتوقف وايه اللي مش هيتوقف وغيره يعني. ففي تخبط جامد جدا في الاعلام وغيره. المتحدثة باسم البيت الابيض جديدة طلعت اتكلمت عنه، هنسمع بس كلمتين كده منها. This is not a blanket pause on federal assistance and grant programs from the Trump administration. ده مش وقف للمساعدات من دونالد ترامب، ده اللي بتقوله. Individual assistance, that includes, I'm not naming everything that's included, but just to give you a few examples. الاشخاص اللي هم ما بيشملهمش الوقف، اللي هم مش هيبقوا فيه، هتدي امثله على الناس ديت، المساعدات اللي مش هيتوقف. Social security benefits. الناس اللي بتاخد سوشيال سيكيورتي. Medicare benefits. الناس اللي بتاخد ميديكير. Food stamps. Food stamps. Welfare benefits. Welfare benefits. والاسيستنس that is going directly to individuals. المساعدات الاسيستنس اللي بتروح بشكل مباشر للاشخاص المستفيدين منها. will not be impacted by this pause, and I want to make مش هتتأثر بسبب الوقف دوت. كويس. طيب هي ما ذكرتش كل حاجة، يعني مثلا الميديكيد مش مذكور في الموضوع، في حاجات مختلفة مش مذكورة فيه. في ناس بتتكلم الاسيستنس بتاع الرنتنج مثلا، الاسيستنس بتاع مش عارف الحاجات المختلفة يعني، مش مكتوب، مش متقال. هل هي بقى مش هتقف او هتقف او لا؟ المفروض على الكلام ده لا، لكن هي ما ذكرتش، والكلام مش مذكور بشكل تفصيلي واضح في الامر التنفيذي. كويس. في ناس كتير عماله تبعت وتحط فيديوز وحاجات اليومين دول انه الفود ستامبس بتاعها جالهم جوابات ان هو توقف. كويس. في ولايات مختلفه. كويس. انا ما شفتش حاجه بعيني، يعني انا ما اعرفش حد بعينه جاله حاجه زي كده شخصيا، بس في ناس كتيره بتتكلم عن الموضوع دوت بشكل كبير في امريكا في ولايات مختلفه. فهو ممكن يكونوا بيعيدوا تقييم الحاجه. الوقف بتاع المساعدات اللي هم عاملينه على كلامها، المساعدات والمنح ديت اللي هتتوقف، دي معموله عشان هي البرامج بتاعتها يتعاد تقييمها ويشوفوا ان هي تكون متوافقه مع سياسه الرئيس دونالد ترامب. يعني الحاجات الخاصه بالترانسجندرز او الحاجات بتاعت التحول الجنسي لا، الحاجات الخاصه اللي هي بموضوع البيئه ومش عارف ايه لا، وهكذا. يعني الحاجات اللي هتبقى متوافقه مع سياسته هتمشي، او هيتوافق عليها، او هتشتغل تاني، او هيعاد صياغتها، او تنزل بشكل تاني، او ممكن تتلغى برامج وتنزل برامج تانية. هنشوف. كويس. طيب هل الناس يعني مبسوطه من الموضوع وكده؟ لا. في جمعيات غير ربحيه رفعت قضايا عشان توقف القرار دوت. اعضاء كتير من الكونجرس كمان بيتكلموا عشان هو شايفين دوت غير دستوري، ان هو يوقف مساعدات اوريدي الكونجرس وافق عليها ومشيت وتمام وتوافق عليها والرئيس السابق مضى عليها، فهو مش من حقه قانونيا او دستوريا على كلام اعضاء الكونجرس ان هو يعمل دوت. فالموضوع ممكن يتوقف وممكن لا. هنشوف. لكن الاهم ايه اللي هيشمله مش عارفين. الكلام هو واضح، يعني الواضح منه ان هو بتقول ان هي المساعدات اللي هي المباشره للناس مش هتقف. هتحصل الكلام ده ولا لا؟ هنشوف. الخلاصه ان محدش هيتوقف له مساعدات كويس بشكل مباشر غير لما يبعتوا له ميل. ممكن يجيك الميل متاخر، بس هو مش هيتوقف بشكل مباشر غير كده. ادخل شيك الناس اللي بتستخدم فود ستامب، اللي بتستخدم مثلا الحاجات المختلفه بتاعتها، ممكن تتصل في كاستمر سيرفيس، في رقم الكروت بتاعت الفود ستامبز الاي بي تي والكروت بتاعت الميديكيد والحاجات ديت، ممكن تتصل الرقم الموجود بتاع الكاستمر سيرفيس بتاعها وهتعرف الحاجه شغاله ولا لا. الفود ستامبز لو انت ليك رصيد هتعرف انه شغال، او مش لو الكارت موقوف هيقول لك انه موقوف، وهكذا. بلاش حالة الهلع دي،
لان الفتره دي هتكون فيها كلام كتير وحاجات كتيره جدا زي ما اتكلمنا قبل كده. الرئيس دونالد ترامب عايز يبين ان هو قلب الدنيا وعامل تغيير كبير. هو عايز يركز في الخلاصه بتاعت القصه ديت، انه في مساعدات بحوالي 3 تريليون دولار. عايز يشوف دول رايحين لمستحقينها ماشيين مع السياسه بتاعته ولا لا. هل في مهاجرين غير شرعيين بياخدوا مساعدات ولا لا، وهكذا. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. يعني الحياه هيبقى فيها كلام كتير واخبار كتير، فخلينا متابعين وتابعوني. وتحية